الاستثمار مش لازم يبدأ بمليون جنيه، ممكن يبدأ بس ب1% تحسين في نومك أو في تركيزك. فأنا مش جاية النهاردة عشان أقولك ازاي تكتب أهداف السنة الجديدة والخطة وكل الكلام الحلو ده، في ناس عملوا كده بشكل مفصل، لو حابب ان انا ارشح لك حد قولي في الكومنتس. بس انا جاية اقولك على اهم 3 استثمارات لازم تبدأ بيهم السنة الجديدة ويكونوا ضمن الخطة بتاعتك، ولازم تستثمر فيهم بكل طاقتك ومجهودك. هو استثمار مفيهوش فلوس. هتقولي ازاي يعني؟ هقولك كمل معايا. مش هتستفاد حاجة خالص لما تفضل تحط أهداف جديدة وتيجي في نهاية كل سنة أو في بداية السنة الجديدة تبص تلاقي إنك مش محقق أي حاجة منهم أو محقق حاجة أو 2 بس، فبتحس بالإحباط وبالاكتئاب، وكل ده بيخليك إن أنت ما تعملش حاجة أو متحركش خطوة جديدة أنت كنت محتاجها. وده بسبب إيه؟ ممكن يكون بسبب حاجات كتير، بس في الأغلب أنت مش قادر أصلا تحط الأهداف المناسبة لشخصيتك، أو السبب التاني إن أنت مش قادر تغير في شخصيتك عشان تبقى مواكبة وتكمل مع التغيرات اللي بتحصل حوالينا. ودي النقطة اللي أنا هتكلم فيها دلوقتي. انت محتاج كل فترة تقعد كده وترتب افكارك اللي حصلت والمواقف، وتشوف انت ليه اخترت كده في الموقف ده، انت ليه اتصرفت هنا بالشكل ده، وهكذا. لازم تعيد ترتيب المواقف والاحداث وتشوف نفسك ورد فعلك كان ايه في كل موقف، وهنا هتبتدي تلاحظ حاجات معينة في شخصيتك محتاج تحسنها وتشتغل عليها اكتر. بالظبط كأنك محلل او ناقد سينمائي قاعد كده بيتفرج على الفيلم مشهد مشهد بالراحة وبيحلل كل تفصيلة حصل فيها ايه وليه وايه هدفها. فاعتقد ان ده اول هدف لازم تحطه على قائمة الاهداف بتاعتك السنة دي. بس خليني اوضح لك اكتر بمثال عشان ما تتوهش مني. بنسبة كبيرة لما بدخل نقاشات مع حد بسيبه يكسب النقاش. ليه؟ مش عشان انا ما عنديش حق او وجهة نظري مش واثقه فيها قوي او ايا كان، لا، ساعات ببقى متاكده 100% اللي انا بقوله ده صح على اسباب علميه او على ايا كان. بسيب الطرف التاني يكسب. ليه؟ لاني بزهق الصراحه، ببقى عايزه اخلص الحوار وتمام بكبر دماغي يعني. بس اكتشفت مع الوقت ان ماشي، النقطة دي مطلوبة أحيانا لما بتخش جدال مع شخص بيبقى هدفه بس إن هو يثبت إن هو صح، فأوكي بتسيبه. لكن على الناحية التانية في شغلك بقى أو في دراستك، أو لو أنت داخل نقاش مع شخص مهم جدا، لازم مش هتثبت وجهة نظرك بالعافية، بس لازم يبقى فيه مهارة تفاوض. ودي اللي أنا خدت بالي منها، إن أنا عندي مهارة التفاوض. يعني مش هقول 0 بس بزهق، يعني ممكن في نص الكلام أحس أوكي أنت كسبان خلاص. فلاحظت النقطة دي وبدأت أركز معاها وبحاول. يعني مش هقولك ان انا كسبت 100% او صلحتها 100%، بس بحاول. يعني نقاش ممكن اكسب فيه، نقاش تاني بزهق، نقاش في نصه ممكن اوصل للنص وبعدين بزهق. يعني في محاولات مع نفسي، بس الفكرة الاولى ان انا حطيت ايدي على المشكلة بس. فراجع كده الحاجات اللي حصلت وشوف انت محتاج تحسن ايه وابدأ اشتغل عليه من دلوقتي. الاستثمار في الصحة، طبعا هتقولي دي بديهيات، ما انا اكيد بهتم بصحتي، بهتم بنومي، كل الكلام ده. بس انا هقولك لا طبعا، انت ما بتعملش كده بأمارة الفاست فود اللي انت لسه طالبه امبارح الساعه 12 بالليل. اوكي، خلينا متفقين. فكلمه الصحه دي شامله حاجات كتير، شامله الاكل والشرب، النوم، صحتك النفسيه، الرياضه، وكل الحاجات دي. فخلينا نتكلم في كام حاجه كده ونشوف تفاصيلها دلوقتي بناء على كلام الدكاتره ان امراض العصر هي القلق والاكتئاب. فلو مش عارف قد ايه الموضوع ده مهم، فمنظمة الصحة العالمية بتقول ان القلق والاكتئاب اكتر حاجة او السبب الاول اللي بيكلف الاقتصاد تقريبا 1 تريليون دولار في السنة، عشان بيقلل من الانتاجية. ليه؟ لان الشخص لما بيبقى قايم مش طايق نفسه، مش قادر ومش احسن حاجة، بيروح لشغل مش بينتج. حتى لو هو قاعد 8 ساعات في المكتب ما بيتحركش، بس هو مش مركز، هو مشتت، هو حاسس بالتوتر، هو حاسس بالقلق، فمش بيطلع احسن ما عنده. فنقطة الصحة النفسية دي مهمة جدا. فارجوك، الموضوع مش تافه ومش شوية زعل وهيروحوا ولا كل الكلام ده. فالجأ لحد متخصص او اطلب الدعم من حد من صحابك، من حد من القريبين جنبك، لان حقيقي الاستثمار في ان انت تعالج النقطة دي مهمة جدا. انت عارف بقى النوم بيأثر على جودة يومك ازاي؟ حاسه ان انا المفروض ما اتكلمش عن النقطه دي، انا بصحى من النوم باصابات، بس اوكي.
ماشي. غير طبعا ان النوم للراحة ده كده كده، بس هو ليه فوائد كتير. اولا هو بيحفظ المعلومات اللي انت كنت قاعد بتذاكرها. ثانيا بيساعد على الاستشفاء لو انت بتلعب اي نوع رياضة. كمان بيزود المناعة وبيساعد على تنظيم الانفعالات والمشاعر. فمهم قوي تلاحظ نفسك وتشوف انت انهي عدد ساعات بيساعدك ان انت تكون مركز طول اليوم. وفي نقطة مهمة كمان، نقطة ان انت تعرف السيركل او الدايرة بتاعت النوم دي، بتاعت مراحل النوم، امتى بنبقى في مرحلة النوم الخفيف والنوم العميق وهكذا، عشان ده بيخليك تصحى في الوقت المناسب، فتصحى فايق ومش مصدع او تعبان. ولو ما تعرفش الموضوع ده اعمل لي فولو هنا عشان هتكلم عليه بالتفصيل. طيب ايه رأيك لو قلتلك انك ممكن تستثمر نص ساعة بس في يومك وهتكسب قصادها كتير قوي؟ ايه هيبقى ردك؟ اعتقد اغلبنا ان ما كانش كلنا هيوافق، اصل دول نص ساعة يعني مش حوار. فاقصد انا بقى بالنص ساعة دي هي الرياضة. نص ساعة بس، اصل انت مش مطالب منك انك تكون بطل اولمبي، عشان كل المطلوب منك انك بس تحرك جسمك بدل القعدة على المكتب طول اليوم. انا شايفاك وانت ظهرك وجعك ورقبتك ودراعك وظهرك طبعا، كل دول واجعينك. فلو اتحركت بس في اليوم نص ساعة هتفرق معاك. طيب انا اعمل كده ازاي؟ والله انت ممكن تخصص وقت تتمشى فيه حوالين البيت، تروح مشوار ايا كان. طيب لو انت مش بتقدر تنزل من البيت كتير او ما بتصدق تروح من الشغل، بقى موجود دلوقتي ابليكيشنز كتير بتساعد في النقطة دي. ولو مش عايز تنزل اي تطبيق، في عندك فيديوز كتير على اليوتيوب بتوفر الموضوع ده. فانك تستثمر 30 دقيقة من 24 ساعة في اليوم اكيد طبعا ولا حاجة. يبقى انا كده جمعت لك صحتك النفسية والنوم والرياضة جوه استثمار واحد، هو استثمار الصحة اللي كان تاني استثمار. يبقى كده فاضل استثمار واحد، واللي بشوفه عملة نادرة في الوقت ده. مش عارفة انت هتشاركني الرأي ولا لأ؟ ايه رأيك لو قلتلك ان اغلى حاجة بتملكها السنة دي، واعتقد السنين الجاية كمان، هي تركيزك؟ ولا فلوسك ولا شغلك ولا كل الحاجات دي، لأ، تركيزك. ليه؟ لان الاقتصاد دلوقتي قايم على فكرة ان انا ازاي اسرق مجهودك. الشركات بتدفع مبالغ كبير قوي واعلانات عشان بس تسرق منك دقيقة زيادة كل يوم على السوشيال ميديا. والصراحة يعني احنا ما قصرناش. اخش كده على الموبايل، شوف انت الوقت اللي بتستهلكه على الابليكيشنز كل يوم قد ايه، وهتتفاجئ من النتيجة. فجرب السنة دي كده تستثمر ساعة واحدة بس في اليوم من غير موبايل. جرب تعمل فيها حاجة مختلفة، يعني جرب ترجع تقرا تاني لو انت كنت بتحب القراءة، جرب تعلم مهارة جديدة، جرب تقعد من غير موبايل ساعة. بص في السقف، ما تعملش اي حاجة، بجد هتفرق معاك. ولما تتعود على الساعة حاول تزود الوقت وهكذا. فاعتقد يعني ان انت لو بتعرف تركز وسط الدوشة اللي حوالينا دي، ما اقصدش دوشة عربيات او دوشة صوت ناس، لا، دوشة السوشيال ميديا والنوتيفيكيشنز، يبقى انت اللي هتكسب السنة دي وانت اللي هتسبق خطوة. عشان المهارة مش هي انك تعمل حاجات كتير قوي في نفس الوقت، لا، المهارة انك تعمل حاجة واحدة صح بتركيز كامل. اعتقد ان المهارة دي او التركيز ده هيساعدك ان انت تتعلم حاجة في شهر ممكن غيرك تاخد منه شهور ويمكن سنة كمان. فانا قررت في 2026 ابدأ باستثمار اني اظبط ساعتي البيولوجية وابدأ اصحى وانام في اوقات منتظمة كل يوم. قولي انت بقى قررت تبدأ بايه؟